السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إن شاء الله. في الفيديو ده ببساطة وبسهولة جدا إن شاء الله نزرع مع بعض أغلى تابل في العالم، وهو الحبهان. طبعا كلنا عارفين الحبهان، ومفيش مطبخ خالي من الحبهان زي ما انتم شايفينه كده. ده نبات يعتبر بيحب الجو الحار، طبعا مش الحر الشديد. أفضل وقت لزراعته هو شهر يوليو أو شهر 7. طبعا لما نروح نشتري الحبان عشان نزرعه، يفضل نجيبه يكون اخضر، ما يكونش متحمص عند العطار او يكون قديم. لا، ده انا جبته بقاله اسبوع، شايفين لسه برضو اخضر. التربة بقى اللي احنا هنحتاجها، وهي لازم تربة تكون خفيفة. يعني شفتوا ده تربة بيتموس على رمل على تربة طينية، تربة زي ما انتم شايفينها خفيفة جدا. بعد كده جهزنا التربة، بنحفر يعني زي عقلة صباع فقط. هنزرع 4 حبات في القصيص بتاعنا ده بإذن الله، ونتابع مع بعض ونشوف ايه اللي هيجرى. هنحط الحبهان بتاعنا، زرعناه اهو. بعد كده بيتم تغطيته، ولازم نتأكد ان كله اتغطى كويس بالتربة. بعد كده طبعا بيتم وضع المية. لو حسينا ان الجو بيبقى فيه رطوبة شديدة عندنا، يبقى نغطيه بكيس نايلون او اي كيس بلاستيك عندنا يتغطى كويس. وطبعا مهم جدا القصيص بتاعنا يكون جيد الصرف زي ما انتم شايفين اهو، عشان ما يحصلش تراكم للمية في القصيص بتاعنا، وبالتالي ما يحصلش انبات. اما لو الجو كويس يبقى خلاص مش محتاجين نغطيه. طبعا مهم جدا الري باستمرار. اول ما بنلاقي نحط ايدينا في التربة كده نلاقي التربة هتجفت، يبقى لازم نروي على طول. وطبعا مهم جدا العناية بيه لحد وقت ما ينبت، وان شاء الله يكمل معانا. وطبعا لازم قصيص كبير لو هنزرعه في القصيص ده بشكل دائم، لكن ان شاء الله اول ما بيبدأ يطلع انبات عندي بعدها بفترة بنقله للأرض المباشرة أو لقصيص أكبر. إن شاء الله تابعونا في فيديوهات جاية ونشوف النتيجة مع بعض. وآدي بداية ظهور الحبهان معانا اهو، ما شاء الله. زراعته سهلة جدا، أهم حاجة الزرع في مكان ظل، موعد زراعة مناسب. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. بعد 3 أسابيع بدأ ينبت معايا اهو. شكرا لمتابعتنا، وانتظرونا لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الزراعة، مع زراعة بسيطة، الزراعة أبسط. سيبولنا كومنت لو محتاجين تعرفوا أكتر، وإن شاء الله الكل يستفاد ونقدر نفيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.